بسم الله الرحمن الرحيم لكل المتابعين عبر الصفحة الرسمية لنادي الأقصر الرياضي وصفحة إعلام الغلابة عمرو الصاوي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. على الهواء مباشرة تواجد معايا الكابتن أشرف عبد الغني المدير الفني لمواليد 2003 نادي الأقصر الرياضي. النهارده عقب الفوز على نادي السلام بمدينة إسنا هنا في ملعب مركز شباب التسعينات. تقول إيه النهارده؟ رقم واحد في الاقصر، رقم واحد. الكرة سهلة معاك في الأشرف. اعتقد انا يعني الاحتفاليه جبتها زي ما هي برضه سبتها كده. تقولي النهارده وشايف والله وشك حلو علينا، انت تحضر معنا الحمد لله برضه، والحمد لله احنا عشان نحتل المجموعه، احنا اول المجموعه، فلازم ناكد الصداره الحمد لله النهارده مهما تكون الفرق يعني الحمد لله. فريق إسنا يعني ظهر يعني ليس كما هو المعتاد لي، ولكن في النهاية كابتن أشرف عبد الغني بيأدي المباراة بكامل قوتها بالقوة الأساسية للفريق. لن ينظر خلفه ولكن دائما بيناظر على الصدارة. احنا كابتن عمرو الماتشات دي والله حصلت معانا قبل كده برضه من سنين، الفرقة اللي بتبقى دي يقول لك الفرقة جاية ما جاش وبتاع، فالحمد لله احنا نازل اللعيبة نازلة، عملنا محاضراتنا ونازلين مركزين. أهم حاجة التلاتة بونت، احنا اهم حاجه 3 بونت يعني، والحمد لله خدنا 3 بونت. المباراة القادمة ان شاء الله امتى؟ ان شاء الله المباراة الجاية احنا مريحين، بعد كده هنلعب شبان اسنا في ملعبنا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد. صدارة المجموعة النهارده تصدرتها برصيد كام؟ الحمد لله 15 بونت كده. 15 بونت. بداية الدور الثاني 12 الدور الاول، وادي 3 بونت الدور الثاني. الحمد لله. النجم الكبير كابتن اشرف عبد الغني واحد من نجوم الاقصر الكبار الاسمراني، دايما بننتظر مستقبل طيب ان شاء الله في شأن التدريب بمحافظة الاقصر، واحد من نجوم نادي الاقصر الرياضي ونجوم المحافظة. بنقول لك شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي خصصنا به. شكرا بك. شكرا كابتن. شكرا.